خليني أقولك إن لو أول شهرين كانوا تمهيد، ف4 شهور ده أول فصل حقيقي في مسلسل الوعي. البيبي بقى صاحي واعي مركز، وكل تصرف بيعمله بيبقى ليه سبب وإشارة إنه في حاجة عايز يعبر عنها. وخلونا بقى نكمل الفترة دي خطوة بخطوة. خليني أقولك إن لو طفلك في أول شهرين كان بيبتسم لك وفاكرة كده إنه بالصدفة، ففي 4 شهور لأ، ده بقى قرار. البيبي هنا بيبتسم تلقائيا خصوصا للناس، بيبدأ يحب اللعب ويزعل كمان لو اللعب وقف. هتلاقي طفلك بيبدأ يقلد تعبيرات الوجه زي إنه يكشر أو كمان يضحك. هتلاقي عنده ردود فعل اجتماعية واضحة، يعني فعلا بيحاول يشاركك مشاعره. لما تلاقي طفلك في 4 شهور بيبصلك بتركيز وبيفتح بقه ويقفل وبيعمل حركات بعيونه، اعرفي كده ان ده بداية تكوين ذكاء اجتماعي فعلي. الطفل هنا بيبدأ يفهم انت عملت كده فده بيخليني احس بكده. يراقب ردود فعلك على الحاجات حواليه، كوباية وقعت واتكسرت دي حاجة تزعل ولا تفرح، الناس بدأت تسقف دي حاجة تزعل ولا تفرح. وكل ده بيتقرر على حسب رد فعلك في المواقف دي، ودي بالمناسبة خطوة عبقرية في تطوره. فعشان كده خلي بالك من ردود فعلك على أي حاجة، لأنها بتتخزن في عقله وكمان بيتبني تطوره عليها. وهوضح لك أكتر يا مامي في الخطوة اللي جاية بيتطور إزاي. مرحلة ال4 شهور ممكن نسميها مرحلة الثرثرة الكونية. هو مش فاهم بيقول ايه، بس دماغه شغالة 24 ساعة. يعني هتلاقي طفلك بيقول ثرثرة غير مفهومة، أغ غو أغا، يقلد الأصوات اللي بيسمعها، يبكي بأنماط مختلفة، يعني في بكاء جوع وبكاء ملل وبكاء وجع كمان. يبدأ يحاول يعمل انتراكشنز بالصوت زي إنه يرد عليكي لما تكلميه. ولازم تعرفي إن الصوت في السن ده مش مجرد دوشة صوت، ده تمرين عضلي وتمرين لغوي وتمرين دماغي كمان. وخلينا أقولك إن كل صوت بيصدره هو لبنة أساسية في بناء اللغة اللي هيستخدمها بعد كده. والأصوات اللي بتطلع بيبقى ليها دليل إن الإدراك عنده بيعلى. خليني أقولك إن لو مخه في الشهر التاني كان لسه بيبدأ يفتح، ففي 4 شهور المخ رسميا بقى في مرحلة المود أون. يعني طفلك بيفهم إذا كان هو سعيد ولا حزين، وكمان بيبين لك ده. بيبدأ يتبع الحركات، الحاجات المتحركة من جهة لجهة، بيبدأ يركز على الوشوش بطريقة ملفتة، بيعرف الأشخاص والأشياء المألوفة من بعيد. هيبدأ يمد إيده لحاجة هو شايفها زي اللعبة ويبدأ يربط، أنا شايف، أنا أمد إيدي، أنا أمسك. وبالمناسبة النقطة دي مهمة جدا. الطفل لما بيبدأ يمسك حاجة بإيده ده معناه إن العين والإيد والمخ بقوا بيشتغلوا في تزامن مع بعض. وده بالمناسبة تطور إدراكي كبير جدا، بس مش هيكتفي بكده، هو عايز يتحرك، والحركة هنا هي أهم حاجة طفلك نفسه يعملها. باختصار كده 4 شهور يعني حركة، بس مش الحركة العشوائية بتاعت أول شهرين، ده بقى يتحرك بنية، يرفع راسه بثبات بدون دعم، يشد رجليه لو حطيتيه على سطح ثابت، يبدأ يتقلب من بطنه لظهره، يمسك لعبة ويهزها ويحاول يقربها لبقه كمان، بيبدأ يرفع نفسه على كوعيه وهو على بطنه. وخلينا أقولك إن ده مش بس تقوية عضلات، ده أساس الجلوس والزحف والوقوف بعدين. يعني الخلاصة طفلك في ال4 شهور بقى مشارك حقيقي في البيت، هتلاقيه بيتفاعل وبيقلد وبيتكلم وبيتحرك، وكل ده مجرد البداية. وقفي هنا بقى يا مامي، قوليلي النونو عندك أخباره إيه لحد هنا، لأن اللي جاي نقلة نوعية. ابنك تم 6 شهور، نص سنة كاملة من حياته، العمر اللي كل أب وأم بينتظروه، بس مش علشان الأكل بيبدأ، لكن علشان ابنهم بدأ يوري شخصيته بجد. 6 شهور بيمثل البوم في التطور، وده بالمناسبة السن اللي كل أم بتكون متعلقة جدا بالطفل بتاعها ومستنية منه كل يوم حاجة جديدة. والخطوات بتاعته كالآتي.
خليني اقولك ان في المرحلة دي الطفل مش بس بيعرف وشوش، لا ده كمان بقى قادر يميز ده من اهلي وده مش من الدايرة بتاعتي. هتلاقي طفلك بيبدأ يعرف الوجوه المألوفة ويفرق الغرباء كمان. هتلاقيه بيبدأ يضحك ويلعب مع الوالدين وبيستجيب لمشاعر الناس حواليه. لو بتضحك له هيضحك لك، لو مكشر له هيتوتر. يحب جدا يشوف نفسه في المراية، ده طبيعي ومهم لانه بيساعده جدا يفهم نفسه كجسم وكشخص. تخيل بيبي عنده 6 شهور وبدأت تتكون عنده بذور الوعي بالذات. حاجة العلم كده بيقول عنها انها ثورة صغيرة في دماغه، بداية فهمه لنفسه بتفتح الباب لفهم الكلام. خليني اقولك يا مامي، ال6 شهور بيجيبوا معاهم احلى موسيقى، والايه والاغ اللي كلها مش مفهومه اصلا بس مليانه كده احساس. هتلاقي طفلك بيرد على الاصوات باصوات، هتلاقيه بيدخل حروف المد في الثرثره ايه او. هتلاقيه كمان بيحب تبادل الادوار، انك تقول حاجه وهو يرد عليك. وكمان هتلاقي طفلك بيبدا يستجيب لاسمه، والله بيبدا يطلع اصوات كده تعبر عن الرضا او الانزعاج. او كمان هتلاقيه بيحاول ينطق الأحرف الساكنة، نطق كده غير مفهوم لحرفين الميم والب. وده بالمناسبة مهم جدا لأن الطفل بدأ يفهم إن الصوت وسيلة التواصل، ودي بالمناسبة أول خطوة في طريق الكلام اللي هيجي بعد كده. وهنا بقى بتشتغل حاسة الإدراك اللي هنفهمها الخطوة الجاية. خليني اقولك ان الطفل في 6 شهور بيبقى عامل كده زي الباحث الصغير، عايز يعرف، عايز يلمس، عايز يشوف ويجرب. يبدأ يبص على الاشياء القريبة منه بتركيز، وهتلاقيه بيبدأ يقرب كل حاجة على بقه. وده طبيعي جدا لانه بيدرس العالم عن طريق الفم. هيبدأ يحاول يوصل لحاجة بعيدة عنه، لعبة، ريموت، اي حاجة بتلمع. والاهم من ده كله هتلاقيه بيبدأ ينقل الحاجة من ايد للايد التانية، ودي بالمناسبة مهارة مهمة جدا في التطور الحركي الدقيق. طب تعرفوا ان المهارات الصغيرة دي بتنعكس على كل حاجة، من الكتابة للعب للتركيز لما يكبر. وطبعا لما العقل يفتح كده، الجسم بتاع طفلك ال6 شهور مش هيقعد ثابت، لا ده بيقعد ويتحرك على الفاضي وعلى المليان وبطريقة عشوائية. ودي بقى الخطوة اللي بعدها. بعد ال6 شهور مفيش حاجة اسمها طفل ثابت، ده وقت الحركة ووقت الشقلبة ووقت الاستكشاف الحقيقي. النونو ببساطة كده بيبدأ يتقلب في الاتجاهين من بطنه لظهره والعكس. بيبدأ يقعد من غير دعم لفترات قصيرة، ولو وقفتيه يبدأ يحمل وزنه على رجليه، ويمكن يعمل حركة قريبة من نطة صغيرة كده. هتلاقي طفلك ده بيبدأ يتمرجح قدامه ورا ويبدأ يحاول يزحف بنفسه، وأغلب الأطفال بيزحفوا لورا الأول، وده شيء طبيعي جدا. وهنا لازم اقول حاجة مهمة جدا للاهالي، المساحة الامنة زائد التشجيع زائد تواجدكم، كل ده بينتج عنه تطور اسرع بكتير. وصدقيني ملوش لازمة الطفل يقعد في الكرسي طول اليوم، سيبوه يستكشف العالم يا ناس. وباختصار كده ال6 شهور هي بداية الاستقلالية الصغيرة، وما تقلقوش لو حاجة متأخرة شوية، كل طفل ليه تايم لاين خاص بيه مادام في الرينج الطبيعي. اهم حاجة ان احنا نتابع ونشجع والباقي ربنا يكمله. وقفي هنا بقى يا مامي وقولي لي النونو عندك اخباره ايه، لان اللي جاي اهم بكتير.